السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الشرح هذا حيكون مفصل وحيكون كيف تصنع سيرفر الصمب مجانا بدون ما تدفع ولا كريدت ولا دولار ولا أي شيء. تمام. لكن بشرط باش السيرفر يشتغل معك تبع معي الشرح وما وما تقدمش في الشرح، لأن كل 10 ثواني حيكون فيها شيء مهم. تمام. والسكريبت يلي أنا نستخدم فيه لازم تنزله انت، لأنه يشتغل على الترا هوست. يعني في سكريبتات أخرى مستحيل تشتغل على الترا هوست. فركز معي ونزل جميع الأدوات في الوصف، وأمسح أي أدوات خاصة بصمب من قبل باش ما تمام. صامت. المهم حاليا حنخش في الملفات، حنشوف وش اللي عندنا وش بتنزلوا انتو. طبعا حتنزلوا مدير الملفات هذا اللي هو محرر النصوص، يشتغل على جميع الإصدارات. ولو ما اشتغلش عندك نزل واحد آخر، بس ننصحك به لأني يعني حيكون حيفيدك هلبا في الصمت. تمام. والتاني شيء هذا البرنامج الأزرق اللي هو نظام الكمبيوتر الأندرويد. وعندك ال FTP باش تحمل الملفات للهوست. وعندك السكريبت. طبعا السكريبت كيف ما قلت لكم السكريبت أنا عدلته على الترا هوست، يعني قبل ما كانش يشتغل وكان في مشكلة في ال SQL. فتبع معي الشرح وبإذن الله حتنحل جميع المشاكل. طبعا حنثبتوا أول تطبيق دي لا تثبيت امتي مانجر. التطبيق هذا غني عن التعريف، ولو انت تبي تبدأ مبرمج صمب وبدايتك في صمب فننصحك بيه، حيكون اختيار رائع. تمام. طبعا هنا حنثبتوا تاني تطبيق اللي هو FTP. طبعا هذا ضروري حتى هو تثبته، وضروري تمسح أي حاجة تخص صمب قبل، بس الشرح يكون معك واضح. تمام. هنا عندك السكريبت تدير له فك ضغط. طبعا حاليا احنا في الملفات، بعدين حننتقلوا إلى صنع السيرفر أو صنع الهوست عن طريق الإنترنت. تمام. تمام. طبعا لازم تنزل جميع الملفات هذه. طبعا أهم شيء التطبيق هذا أهم شيء. لو أنت ما نزلتاش أو شيء مش هيشتغل معك أي شيء وحتواجه مشاكل، وكيف ما قلت لكم خطوة بخطوة. يعني ما ركز معي لأن حتشغل سيرفر بإذن الله بدون مشاكل. تمام يا شباب. طبعا هنا عندنا الأشياء اللي درناها. تمام. طبعا هنا تخش على هذا وتخش على الملف الداخلاني. طبعا شوف لو انت اصدار 32 بت او تليفونك قديم فحتفتح تطبيق، فحتفتح هذا وحتثبت هذا بس. تمام. لكن هنا اندرويد 10 والحديث شوية الرام 4، فحنثبت 64. تمام. فحنثبت هذا دي له تثبيت. واللي في الملف مش حنقربه لداخل اللي هو برو. انا ما البرو يعني ما نستحقاش. كيف البرو كيف العادي مش مشكلة عادي. تمام. طبعا هنا اهم شيء الملف هذا دير له فك ضغط اهم شيء. لو هذا انت ما درتلاش فك ضغط مش هيشتغل معك اي شيء. تمام. تمام. طبعا الملف هذا حننقله الى مسار الاو بي بي اللي هو متاع الالعاب في الاندرويد الاو بي بي. تمام. وما تنقل في ملفات البوبجي والفري فاير والالعاب التانية. تمام. كيف البوبجي لو ما نقلتش ملف الاو بي بي مش هتشتغل معك، فدير نقل. تخش واحد تخزين، تخش اندرويد، تخش وين او بي بي، تدير لصق. تمام. تدير نقل. تمام. هذا هو الملف. فحاليا احنا وضعنا تمام. نرجع ونشبحه شوية دقيقة بس، نرجع داونلود. تمام. طبعا يا شباب هنا حنسكروا هذا. تمام. وحنجو هنا ناخدوا اختصار للتطبيقات الثلاثة. تمام. تمام. حتحطهم هنا، حتحط ملفات وحتحط صمب. يعني احنا مستحقين صمب ولا اف تي بي والتطبيق الازرق هذا ولا اف تي بي ولا ام تي. تمام. حاليا حناخد الجوجل، نجيبوا الجوجل كي. تمام. نديوله مسح بيانات، نديروا مسح بيانات للجوجل. تخش تدير الاعدادات وبعدين تخش مكان التخزين، بعدين تخش إدارة التخزين، بعدين تخش محو جميع البيانات باش الطريقة تشتغل معك بدون مشاكل. تمام. حاليا حنسكره حنمشوا للإعدادات. تمام. إعدادات جهازك، تغير لغة جهازك من العربي إلى الإنجليزي. لو ما غيرتش اللغة مش هيشتغل معك أي شيء. تحط اللغة إنجليزي. طبعا لازم تركز معاي بتركيز تام. والشرح سهل، يعني شيء سهل جدا. فميستحقش انك انت تتلبك او تشبح الموضوع صعب وتتجاهل الصمت بصفة عامة. تمام. هنا الجهاز قاعد يغير في التطبيقات على الانجليزي فحيعلق شوية.
حاليا نخش على جوجل كروم. طبعا هنا مستحقش ندير حساب. طبعا هنا عندنا بنديروا نكتبوا الترا هوست. تمام، خلوا فراغ بيناتهم الترا هوست. وحتى تلقوا رابط الموقع في الوصف وجميع التطبيقات في الوصف، والسكريبت حتى هو بدون كلمة سر في الوصف، يعني تنزله وتدير له استخراج على طول. تكبر الشاشة شوية، تجي هنا. تمام، تجي تخش على الكلمة هذه. تمام، هنا يا شباب تجي تفتح متصفح جديد أو قائمة جديدة، تدير نيوز وتخلي الأولى مفتوحة. تمام، هنا تكتب بريد مؤقت. طبعا شوف، تقدر تستخدم بريدك الأساسي. انت استخدم بريدك الأساسي، يعني بنستخدم المؤقت لأن البريد الأساسي ما نقدرش نستخدمه في الإلترا. استخدم الأساسي. تمام، طبق الطريقة على بريدك الأساسي. افترض ان هذا هو البريد الأساسي، دير له كوبي ونسخ بريدك الأساسي. تمام، لأن ما ننصحكش انك انت تدير بريد وهمي، لأن الهوست يمكن يضيع. حمل شوية، ديروا كوبي، نرجعوا لإلترا هوست. تمام، تدير هنا اسم الهوست اللي تحبه انت، مثلا يعني سنايبر. عندك هنا تي في 2002. تمام، هنا عندك الجيميل، دير له كوبي وهنا تكتب كتيبة الجيميل متاعك، يعني ما تجيب الجيميل وهمي، مش ضروري الوهمي. يعني استخدمته لأن بعد الشرح يعني ما عادش نستخدمه، فافهموا علي واستخدموا ايميلكم الأساسي. هنا بنديروا 600. طبعا هنا كيف ما فهمنا تكتب كتيبة. تمام، الخيار الثاني كتيبة والخيار الأول لصق. يعني AREO. طبعا انجليزي صفر، صفر على الشمال، ف ميت الحق. تمام، هني الرمز 1 2 3 4 5 6، واكتب اي رمز تحب انت. تمام، هني تدير صح وهني صح وهني العلامة التحقق. تمام، طبعا هنا بيقولك سيمافرو وهني فواضح يعني، فبنديرو هيك وبنديرو. تمام، هني نديرو سكرين شاشة. تمام، باش المعلومات نكونوا حتى كان نسيناها نمشوا الاستوديو ونطلعوا المعلومات من غادي. تمام، شوف هنا يقول لك نترجم شوية معاك. هنا يقول لك برا البريد الإلكتروني وخش على الرابط يلي جاك من البريد الإلكتروني. تمام، أنا الرسالة جتني في البريد. طبعا أنت لازم تستخدم بريدك الأساسي، وأنصحه بشدة إنك تستخدم بريدك الأساسي، ما تستخدمش بريد وهمي. والشرح سهل جدا وبسيط. تمام، أنا طبعا بعد ما درنا حدير الخيار هذا اللي فوق. طبعا لما خشيت على الرابط من البريد، بعدين تفتح قائمة وتمسح هذا وترجع للمكان الأول. هنا شدير تكتب الاسم. تمام، اللي صورته قبل شوية، أنا الاسم واتي وجاهز. تمام، هنا تدير العلامة هذه وتدير لوجن أو تسجيل دخول. تمام، الشرح سهل وبسيط جدا لحد الآن وبدون أي مشاكل. تمام. تمام، تكبر شوية وتجي على العلامة هذه. تمام، طبعا شوف بتركز معاي، أنا دولتي ليبيا. تمام، والساعة عندنا الساعة 9 في الليل، ف9 مساء، فأنت في دولتك الله أعلم. فيا شباب طبعا هنا العلامة الصح هذه يمكن تلقاها علامة خطأ، من الممكن في دولتك تكون علامة خطأ. تمام، ونفس الشيء. فالعلامة الصح حاليا معناتها تقدر تصنع، العلامة الخطأ ما تقدرش تصنع. كيف تنحي العلامة الخطأ أو شنو السبب العلامة الخطأ؟ السبب متاعها إن الموقع يفتح في أوقات معينة، يعني هنا توا في النهار أو في الصبح العلامة خطأ. تمام، وفي الليل العلامة صح. فأنت لو خطأ تستنى، تفتح بعد 5 ساعات، ساعتين، في الليل، في الصبح، في الفجر، المهم تفتح حتلقى علامة صح. حاليا استجنا بتاع علامة الصح، ترص على العلامة الصح هذه. تمام، يعني ما تمس شيء تدير علامة صح هنا علامة صح هنا في المربعين، يعني بتأكد انت.
والموقع مضمون، وحتى لو كان حطيت فيه بياناتك الأساسية فمش حي مش هيأثر أبدا. تمام هنا تدير. تمام. طبعا هنا صنعنا الهوست، حاليا صنعنا هوست صنف احنا. الهوست صنعنا. تمام بتقول لي نبي سيرفر، أنا بنقول لك ركز معي. بتكبر شوية بتدير منجر، ما هي العلامة هذه مش عارف شنو اسمه بالإنجليزي. تمام. تمام حاليا هذا هو الهوست، هذه هي واجهة الهوست أو واجهة الهوست متاعنا. وهذا هو الاي بي الهوست متاعنا، بس حاليا الاي بي مقفل اوف لاين. تمام. كيف نخلو السيرفر شغال؟ خطوات بسيطة، تجي على الاف تي بي، هذه قائمة الاف تي بي. تمام تكبر، تكتب هنا اي شيء، تكتب مثلا سنايبر، خليكم مع الشرح، اكتب اسمك مش مشكلة عادي. تدير العلامة هذه بعدين، ما هنا ما تدير شيء، دير سنايبر فقط، او او تكتب اسمك فقط. تمام هنا تدير العلامة هذه، وركز معي هنا تخلي جوجل مفتوح وتطلع بالعلامة الوسطية وتمشي لتطبيق الاف تي بي. الشرح سهل وبسيط وبدون اي مشاكل ومش معقد. تمام هنا تدير النيوز، يعني بتدير مدير ملفات جديد. تمام هنا ترجع للهوست وتنسخ الكلام هذا الاول، تدير له كوبي، تجي هنا تدير له لصق. تمام. تمام نفس الشيء، تنزل هنا اليوزر نيم، تنسخ اليوزر نيم وتدير له لصق في المكان هذا اللي هو يوزر. تمام. تمام. وتجي هنا الباسورد اللي هو اهم شيء، تدير له كوبي وتجي هنا تدير له لصق. تمام حاليا حتقول لي في مكان فارغ، يعني شو نكتب في المكان هذا؟ تمام بتركز معاي ضروري، حتكتب شو تكتب؟ تكتب اسمك هو اللي بالاخضر وبجنبه علامة الاستفهام او علامة التعجب، الاسم اللي بالاخضر ما تديرلاش كوبي، اكتبها بايدك. مثلا سنايبر، تكتب سنايبر. تمام تي في، هذا هو. هنا تكتب علامة التعجب. تمام. حاليا نتأكدوا تمام وضعنا 100%، احنا نقدر ان احنا نديروا سيف او حفظ. هنا تدير العلامة هذه بعدين. تمام. هنا لحد الآن الوضع سلس وبدون أي خطأ بسيط. تمام هنا خلصت ثلاثة الخيارات هذو. بعدين تجي وين؟ تجي هنا، تجي على العلامة هذه، تحديد الكل. بعدين تحدد كلها. طبعا يا شباب حاليا احنا خشينا على ملفات الهوست، الملفات الخاصة بالهوست حاليا هتمسح جميع الملفات باش احنا نتمكنوا من تحميل الملفات الجديدة اللي هو السكريبت الخاص بنا نحمله على الهوست باش السيرفر يشتغل، لان السكريبت هذا يشتغل على أجهزة الكمبيوتر فقط. تمام. او على الجوال بس ما يشتغلش عندهم يعني بصراحة، وانا جربت. فبدير اوكي اللي هو ديليت حذف. طبعا هنا حيطول معك شوية على حسب، الله اعلم يعني، ف حيطول شوية. تمام طب نستناه هنا. تمام. هنا حيخلي معك بعض الملفات مش مشكلة. تمام. لو خلى عندك بعض ملفات مش مشكلة، الملفات مهمة اللي هو خلاها، فعادي انت اهم شيء حددت الكل. تمام حاليا احنا درنا الخطوة الكويسة. توا وين بنمشوا؟ نرجع للمكان هذا نفسه وبنجو هنا، بنجو على علامة البيت. تمام. تنزل شوية تمشي على الداونلود، وما فكينا ضغط السكريبت. تمام. هنا هذا هو السكريبت اللي فكينا عليه الضغط، تخش على السكريبت تخش مرة تانية. تمام. حاليا احنا يا شباب شو محتاجين؟ لا قبل ما نديروا اي شيء نرجعوا. تمام ونخشوا على الموقع. لازم تتبع معي خطوة بخطوة، تخش على حاجة اسمها داتا باز، هي الام يو اس كيو ال داتا باز. كبر شوية، تكتب هنا نفس الشيء سنايبر، او تكتب اي اسم بس بشرط الاسم يكون لاصق في بعضه ويكون بالانجليزي، يعني ما يكونش اسم مزغرف او شيء. تمام. هنا تطلع ترجع الام تي او اي محرر ملفات، دير عادي عادي. طبعا لما بتنزله بيقول لك التطبيق دار ما دار، بس هو بالعكس مش دار ابدا، تطبيق يعني ممتاز وموثوق، فما عليكمش بيه. تمام. تخش على الداونلود. طبعا في تطبيق الام تي هذا الكلام هذا، تخش على السكريبت، تخش على ملف اسمه الجيم مود، هذا الملف جيم مود. تمام. بعدين تخش على ملف اسمه باون، سنايبر باون، نهايته باون. تمام. الماكس ما نحتاجوش، والميوس هذا ما نحتاجوش حتى هو. تخش على الباون نديرو تي اكس تي اللي هو تعديل هذا. تمام. تستنى
شوية يريح معاك، والمعالج يستريح بتاع التليفون حتى هو، لأنه مدير ملفات وخش عليه ملف حجمه كبير. المهم تنزل لوطة شوية شوية مش هلبة، تلقى الكلام هذا. تمام، الكلام هذا كله، طبعا الكلام هذا كله انت مش حتقربه، حترجع للهوست. تمام. طبعا عادي حتى لو كان سوى ريستارت الهوست مش مشكلة، سجل دخول مرة أخرى، مش حيأثر عليه أي شيء زي نيني. لأن في بعض الأجهزة إن هو ما يقدرش يشتغل في الخلفية الهوست. تمام، نفس الشيء نرجع الاس كيو ال اللي خشينا لها قبل شوية، اللي هي هذه العلامة. تكبر، تنسخ السيرفر هوست، دير لك كوبي، ترجع السكريبت تلصقه هنا في نفس المكان عادي، يعني حتى لو كان نفسه دير له استبدال مش مشكلة. تمام، تدير كوبي للداتا باز، تنسخ الداتا باز، تنسخها في المكان هذا. تمام، تدير استبدال نفس الشيء، تجي على كلمة المرور باسورد، تدير لها كوبي، تحط الباسورد هنا. طبعا في شيء نسيناه فحنرجع له، اللي هو هذا هو اليوزر نيم. تمام. تمام، هنا تدير كوبي، تدير لصق. تمام، هنا بنديروا حفظ. طبعا حاليا احنا تمينا من السكريبت، تطلع من السكريبت، تسكر الام تي شوية. تمام، وتخلي هما اتنين مفتوحات، تخش على تطبيق الازرق، هذا هو التطبيق. تمام، لازم تخش على التطبيق وركز معي خطوة بخطوة. هتدير سماح، واهم شيء تغير لغة جهازك للانجليزي. لو ما غيرتش اللغة الانجليزية مش هيشتغل معك التطبيق، ومش هيشتغل معك اي شيء. تمام، لان التطبيق هذا ضروري اللغة انجليزية تبع الجهاز. طبعا هنا بتستنى ان هو يحمل معك البيانات، لاني اول مرة نفتحه او مسحته وعاودت نزلته في الشرح، يعني علشان هيك انه هو بياخد شوية وقت في التحميل. كيف ما تفهمنا الشرح طويل شوية، لكن بإذن الله حتطلع بسيرفر حلو، سيرفر منظم بدون مشاكل. تمام، هنا طبعا كيف ما تفهمنا انه بيمشي شوي بشوية خط. تمام شباب، طبعا هنا بتجي على الديسكتوب اللي هو هذا نظام المحول بتاع المحول من الكمبيوتر للجوال. تمام، تخش على ثلاثة النقاط هادو، بعدين تخش على الكلمة هذه. تمام، بعدين تجي على علامة الزائد. تمام، طبعا عادي حتى لو كان دير زوز زايد مش مشكلة، تقدر تمسح واحد. فاحنا محتاجين زائد واحد اللي هو رقم واحد او اي رقم مش مشكلة. تمام، تخش تدير رن الكلمة هذه، ثلاث خطوات، ثلاث شرطات رن. طبعا هنا حيفتح معك واجهة تسجيل جديدة للبرنامج. تمام، طبعا هنا بتدير تخطي. شباب حيطلع لك بالطريقة هذه، فانت شنو حتدير؟ حترص ضغطتين، ضغطتين مش ضغطة واحدة على السكريبت، ضغطتين، ضغطتين على لا، ترجع خطوة التالي بالعلامة هذه. بعدين عادي حتى لو كان هيك تخش على الدي، تخش هنا وتخش على السكريبت، تخش على ملف اسمه باون، الملف هذا اسمه باون. تمام، تنزل لوط شوي، تخش على الباون اي اكس اي، هذا هو باون. طبعا هنا حيعطل معك شوية، يعني بيطول شوية في الفتح مش هلبة يعني، بالكتير دقيقة أو ثواني. تمام، هنا تكبر وتخش على علامة الصندوق هذه. تمام، توخر شوية، بعدين ترجع تدير رجوع بالعلامة الخضراء، رجوع، رجوع. تمام، هنا بعدين تخش على السكريبت، تخش على السكريبت مرة أخرى، ضغطتين على الملف، ضغطتين بإصبعك. هنا تخش على ملف اسمه جيم مود، وتخش على الملف اللي تم تعديله قبل شوية من برنامج ال MT اللي هو محرر الملفات، اللي هو الباون هذا. تمام، هنا بعدين تخش على العلامة الزرقاء هذه، تدير ضغطة واحدة. تمام، هنا بتستنى شوية لمدة دقيقة أو 50 60 ثانية. تمام، أو 30 ثانية على حسب قوة جهازك، فتستنى شوية مش مشكلة عادي. طبعا شباب ركز معي، لو طلع لازم تطلع لك العلامة هذه، الشاشة الكحلة اللي طلعت توا وهربت بسرعة بسرعة، مش ضروري تطلع، يعني مش مهمة الشاشة الكحلة، أهم شيء إن هو طلع لك العلامة هذه.
تمام. ولازم تستخدم السكريبت اللي انا استخدمته، لان السكريبت اللي استخدمته يشتغل على الترا هوست وانا مجربه. تمام. طبعا هنا بدي علامة اكس هذه تسكر البرنامج، تدير اوكي. تمام. حاليا احنا البرنامج هذا ما عادش نستحقه، نديروه القفل من هنا. تمام. هنا وين بنمشي وبنرجعوا للمدير الملفات اللي كنا فيه ام تي او اي محرر نصوص عندك. تمام. تخش على الداونلود. طبعا هنا تخش على السكريبت، تخش على السكريبت مرة تانية. تمام. هنا بتحدد هذا كله، المكان هذا كله بتحدده، تدير له تحديد. بعدين تدير ضغط بالعلامة هذه، تضغط ضغط. تمام. بعدين بتدير اوكي. ولو مدير الملفات هذا ما اشتغلش عندك، تقدر تستخدم اي مدير ملفات، مش مشكلة عادي. لكن ننصح بالمدير هذا بالاخص، لانه في صمب حيساعدك. تمام. طبعا تدير تحديد، تسحب بإصبعك لتحت وهنا تسحب تحدد. تمام. هنا ترجع تسكر مدير الملفات هذا وترجع للاف تي بي. تمام. اف تي بي. طبعا هنا حترجع خطوة لتالي خطوة. تمام. تخش على السكريبت مرة أخرى حتلقى الملف اللي تم ضغطه قبل قليل. تمام. هنا بنديره طبعا، نديره تحميل، يب اللي هو التحميل، أو يب مش عارف، المهم الإنجليزي كيف ما تفهم، أنا ما نفهمش في هلبة، فالواحد ما يقعدش فيلسوف زايد. تمام. هنا طبعا لازم تستخدم انترنت واي فاي. لو انت انترنت بطاقة او انترنت شفرة مش هيشتغل معك، يا انترنت واي فاي يا مش هيشتغل معك، يعني مش هيحمل معك، مستحيل يحمل. لازم يكون واي فاي، لان النت البطاقة جربته مستحيل يشتغل. تمام. طبعا نت الواي فاي نفس الشيء، لازم يكون انترنت قوي. لو الانترنت ضعيف فمش هيحمل معاك، وهيدير عندك اورر وهيدير مشاكل. لازم يكون الانترنت قوي. تمام. هذه خطوة واستجناها. هندير اوكي. تمام. طبعا هنا تسكر ال FTP هذا ما عادش نستحقوه. نرجع للهوست، موضوعنا كله في الهوست. توا تكبر الشاشة شوية، تجي هنا تجي عند الكلمة هذه يون، المهم الكلمة هذه. تمام. يعني واضحة. تمام. تكبر شوية، تدير العلامة هذه طول، يعني تدير العلامة حتلقى السكريبت، فحتدير العلامة هذه، بعدين تدير العلامة الصفر هذه. تمام. هنا حيدير ترص هذه، وهنا طبعا حتستنى حيقعد أصفر، يعني هو يحمل حاليا، جاري يفك الضغط، فأنت تستناه لين يبدأ أخضر. تمام. أنا السكريبت حجمه مش كبير هلبة، فحيبدأ أخضر بسرعة، والإنترنت نفس الشيء ما شاء الله قوي شوية. فتمام. طبعا هنا وانت تمشي بتمشي للاس كيو ال، نفس المكان اللي كنا فيه بكري، هذا هو المكان هذا. تكبر شوية الصورة، تجي هنا اي ام بورت اس كيو ال فايل. تمام. المهم العلامة الخضراء دي اللي تحت كلمة مرور، تكبر الشاشة، تجي هنا ترص على تاني خيار اللي هو الخيار هذا داتاباز، ترص عليه وترص على العلامة هذه اللي هي سيرفر 9. المهم باسم مختلف موجودة عندك مش مشكلة. وهنا نفس الشيء تخليه على هذه، وتدير هنا اي امبورت او الكلمة هذه تدير الصفرة. طبعا هنا حيطول معك شوية مش هلبة، يعني شيء بسيط لأن حجم الملف صغير. تمام. تدير هنا أوكي، أو تدير يعني التخطي لهذه، تستنى شوي نفس الشيء، ضروري ما يبدأ أخضر. تمام. طبعا هنا بيطول شوية كيف ما تفهمنا، فكيف ما تفهمنا لازم تركز معي في الشرح وتنزل السكريبت يلي في الشرح. لو انت نزلت سكريبت اخر وجربت على سكريبت اخر مستحيل تشتغل معك، لان الاس كيو ال الحالي هذا اللي اسمه سنايبر اس كيو ال يشتغل عليه الترا هوست فقط، يعني مستحيل تقدر تشغل اس كيو ال تاني. تمام. هذا الشيء مجرب يعني. تمام. هنا جت علامة الخضراء، فش بنديروا؟ بنمشوا للخيار هذا، الخيار هذا يعني اسمه حتشوفوه قدامكم، ترص عليه. تمام. هنا تكبر شوية، حتلقى اسم السيرفر بالوضعية هذه. تمام. بتخلي اسم السيرفر نفس ما هو، وبتنزل لوطة شوية، ويعني بتخلي كل شيء كيف ما هو، بترص العلامة هذه. أو تحب تغير اسم السيرفر، تحط اسم السيرفر هنا. طبعا لازم تخلي كلمة الترا هوست، الكلمة هذه تخليها كلها ما تشيلهاش، تكتب اسم السيرفر قبلها، سنايبر سان 3K يوتيوب. المهم يعني بتوصلونا يوتيوب. تمام. تنزل لقطة بتدير حفظ اللي هو حفظ. تمام. طبعا هنا لازم تتأكد علامة الصح لهادو الاثنين.
فقط، والباقي كله خليه كيف ما هو، كيف ما هو موجود خليه، ما تقرباش يعني، ما تمس شيء. تمام، هني حتطلع لك العلامة الخضراء هذه، بتدير العلامة هذه. وهني بنجو نشغلوا السيرفر، بنديروا التشغيل للسيرفر. تجي هني على الخيار هذا السيرفر اللي هو موضح قدامكم، بنديروا التشغيل. تكبر شوية وترص العلامة هذه. يعني لحد الآن بعون الله وبإذن الله حيشتغل معانا. يعني الشرح بدون أي تقطيع أو بدون أي وقوف أو بدون أي يعني قص في المونتاج أبدا. تمام، الشرح متواصل وقدام عيونكم، فكل شيء واضح. تمام. هنا حنشوفه، يعني احنا حنشوف السيرفر قاعد يدير في تشغيل لنفسه، يعني يحاول يشغل. تمام. هنا شي بيقول لي. تمام، هنا بتوصل العلامة هذه، السيرفر اشتغل حاليا، الطريقة شغالة والسيرفر شغال بإذن الله، وحنخش ونجربه. لو طلع لك العلامة الخضراء هذه فوق 30%، والرام نفس الشيء، يعني استخدامها في الربع أو متوسط، وطلع لك علامة العلامتين هادو، فطريقتك صحيحة. تمام. تمام. هنا كيف تعرف اي بي السيرفر، او كيف تعرف الاي دي بتاع السيرفر، او الاي بي. المهم تجي هنا تنسخ، ترص العلامة هذه وتدير كوبي لينك تي اكس تي. تمام. وترجع تخش على لعبة صمب، تطلع طبعا تخلي مفتوح الهوست كيف ما هو، تخش على لعبة صمب. تمام. تخش على السيرفرز هذه، اكيد تعرفوها، يعني انتوا اكيد حتكونوا لاعبين صمب من قبل. تجي هنا على العلامة هذه، وتجي هنا بتضيف سيرفر. طبعا هادو سيرفرين ليبيات، فبدير اودي دي سيرفر، وبدير هنا تكتب هيك. طبعا هنا حتنحي الاونلاين هذه. تمام. تمام، هنا بتنحي نفس الشيء السيرفر، وبدير اي دي دي سيرفر. طبعا هنا حتستنى شوية، طبعا هذا السيرفر مقفل فحنمسحه مش مشكلة. تمام. هنا السيرفر 0 من 30، هذا فيه 22 من 1000، هذا فيه 0 من 1000. فهذا هو يعني سيرفرنا اللي تو درناه احنا. الاي بي نفس الشيء، فترص السيرفر وتكتب اسمك. تمام. الاسم اللي تحبه انت، سنايبر. السيرفر شغال، يعني السيرفر اشتغل معنا، والحجم بتاعه 30 شخص. الحجم حيكون 30 شخص. تمام. تمام، الحجم حيكون 30 شخص. تمام. فبنديره بلاي. طبعا يا شباب، لو انت استفدت من الشرح، او يعني انا تو قصيت الفيديو، او يعني حطيت فيديو جديد باش الصورة تطلع لكم واضحة وبدون ديلتيش. تمام، فقط يعني على هذا الموضوع بس، لأن بعدين الصورة حتكون الجودة 0، لأن الألعاب تختلف عن التصوير في سطح المكتب. تمام يا شباب، هنا السيرفر شغال معانا وبدون أي مشاكل، وشوفوا يعني فاشتغل. تمام، والسكريبت حتى هو يعني 1 2 3 4، تكتب أي رمز تحبه أنت. 1 2 3 4. يعني ترص الخيار الأول بيدك وترص العلامة هذه، يعني تكتب رقم 20. يعني تكتب أي شيء تحبه أنت، مش مشكلة عادي. أهم شيء إنك أنت تكتب أي شيء، دير نكست نكست نكست. طبعا هذه قوانين عند الأجانب يعني اللغة، يعني كيف نحن لما تلقى اللغة عربية قوانين، فهم قوانين عندهم بالإنجليزي، لأن اللعبة ما تدعمش اللغة العربية للأسف. هنا بتدير يس، بتدير شنو؟ تدير يس. هنا تدير العلامة هذه، تختار لبسة من اللبس. أنا اخترت اللبسة هذه. السيرفر شغال معانا. طبعا السيرفر بدون أي سيارات أو بدون أي شيء، يعني هذا كله طبعا ما بدون أي سيارات. بسبب شنو؟ بسبب إنه هو بمعنى زيادة ما يصيرش تقلتيش. وطبعا كيف تعطي نفسك آدمن أو الأشياء زيادة. تمام، موجودة في الشروحات السابقة، موجودة في الشروحات السابقة. تمام. فيا شباب ما تنسوناش من لايك والاشتراك. حاليا انت صنعت سيرفر، وباقي الشروحات وباقي الاشياء موجودة على قناة اليوتيوب. يعني انا منزل شروحات قبل الفيديو هذا، يعني عليه كيف تعطي ادمن، وكيف تضيف سيارات، وكيف تضيف عصابات، وكيف تضيف فكشنات. كل هذا الشيء موجود في قناتي، يعني انت فحيسهل عليك. ولو وصلت تانية ما تنساش من اللايك والاشتراك، لان الفيديو تعبت عليه، وانت حتى انت تعبت، فاكيد شاهدت وتعبت ونزلت، فقدرني بالاشتراك واللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.